طبعا الحمد لله على نعمة الطول وكده، وفي ناس كتير بتتمنى تبقى طويلة. بس انا دلوقتي وانا نازل من الباص يعني في الشاشة اللي في النص البتاع دي، فانا قاعد في كرسي تحتيها بالظبط. وانا قايم بعزمي عشان الحق انزل، فخدتها في دماغي، يعني الشاشة دخلت دماغي تقريبا، فعملت كونكت مع الشاشة. يعني حسيت ان انا هقول رقم الاتوبيس والرحلات، وبعديها وقفت مبقتش عارف انا المفروض انزل ولا المفروض انا لسه طالع. وبعدين حصل لي ايرور كده، ما بقتش عارف هو انا ليه راكب اتوبيس اساسا وانا فين. عارفين كل ده في ثواني كده، اللي هو انا دماغي كانت عماله تدي اشارات كده لما الموبايل او اي حاجه تهنج منك كده، انا دماغي عملت كده بالظبط. وبص بقى، يعني حاسس ان دماغي دي بقت ابو راسين بقى، اللي هو والله يعني الحمد لله على نعمة الطول وكل حاجة. بس انا اتمنيت اكون قزم في الحالة دي. لا اليوم جميل النهاردة، اليوم جميل، توهان واترزعت في دماغي، فربنا يسهل ويكمل اليوم على خير كده واروح سليم. هنا لو ما خدتش بالك الاتوبيس المحطة بتبقى قدامها الناحية التانية محطة تانية، تمام؟ فانت لو ما خدتش بالك من انهي اتجاه هتركب الاتوبيس، يعني على الجي بي اس ما بيبقاش موضح قوي. ليه؟ هو مديك ان هنا في محطة وكلام من ده، وانت بتروح تقف وتستنى رقم الاتوبيس وتركب. ده اللي حصل معايا بقى. يعني انا لغاية دلوقتي متسوح يجي اكتر من 10 مرات اركب الاقي نفسي في حتة تانية. ليه بقى؟ عشان المحطة كان المفروض الناحية التانية، واقعد بقى اقرب واعمل والكلام ده واعمل زوم عشان اعرف المحطة الناحية دي ولا الناحية التانية، وبرضه بيحصل معايا نفس الموقف. واديني المرة دي بقى حظ ارمى تشتغل معايا، وطلعت المحطة اللي انا نزلت فيها مفيش محطة قدامها، يعني مفيش مكان ان انا ارجع، فلازم امشي، تمام؟ فهو مكتوب عليا المشي، يعني انا مكتوب عليا في ابو ظبي ان انا امشي، فخلاص اوكي بقى. والشمس جميلة، يعني المفروض احنا في شتاء، الجو اكنه في شهر 7 و8 عندنا في مصر، فاهو مضطر بقى امشي في عز الحر. يعني خلي بالك وانت بتركب اتوبيسات، انا مش عارف اعمل معاهم ايه. ونصيحة تانية، ما تشغلش دماغك في الباص. يعني في الباص وانت جوه هتلاقي ناس كتير، ممكن ما تعملش اسكان للكارت بتاعها، فانت ما تشغلش دماغك وتقول كده مفيش مفتش هيطلع يفتش والكلام ده. ليه بقى؟ عشان انا فضلت حبة حلوين هنا ما لقيتش حد بيطلع ولا يفتش ولا يعمل، وقلت دول بيشتغلونا، ومفيش اي حاجة. فجأة كده بتلاقي واحد واقف قدامك وبيقول لك اسكان هنا، تمام، على الجهاز عنده عشان يعرف انت دفعت ولا ما دفعتش، تمام؟ فلو انت شغلت دماغك وقلت يلا نمشيها بالحظ، هتلاقي فجأة كده ان انت بتدفع 200 درهم، يعني مبلغ حلو يعني في اللا شيء، يعني عشان 2 درهم بتدفع 200 درهم، فاهم؟ فما تشغلش دماغك والنبي لو جيت هنا في ابو ظبي، عشان بيبقى شكل الموقف وحش اساسا بره عن ال 200 درهم. وانا الحمد لله ما اتحطيتش فيه ولا ناوي ان انا افكر الحمد لله احط نفسي فيه، بس انا شفت واحد اتحط فيه وكان شكله يعني زي الفل، كان سفنجة بيضة خالص يعني. ما برضو نصيحة، ما تفكرش فيها ولا تخلي الشيطان يوزك تعملها. المهم انا كده قربت من البيت خلاص، انا قربت اوصل السكن، هطلع بقى اخد دش كده واظبط حالي، وبعدين انزل اشوف انا هاكل ايه. ربنا ييسر بقى ونلاقي حاجة عدلة ناكلها. الحمد لله نزلنا بقى عشان نشتري الاكل. تعالوا نشوف هناكل ايه. احنا هنبدأها من الاول خالص بقى، طالما احنا عاوزين نطبخ في السكن فلازم نجيب حاجة نعمل فيها، فهنشوف بقى اسعار الحاجة ونجيب اي حاجة كده نعمل فيها. طبعا مش هنجيب ماركات ولا اي حاجة تتحط على النار، تمام؟ فاحنا هنبدأ بالقسم ده وبعدين نروح بقى للاقسام بتاعت الاكل. الواحد بيفكر يجيب دي يعمل فيها بيضة بقى، يعني بصوا دي
دي اصغر واحده في احجام قد ايه. بصوا اللي فوق الواحد يجيبها بقى ويعمل بيضه بيضه كده عشان ايه، يجيب البتاع الصغيره دي لو هيعمل حبه لبن ولا مش عارف ايه ده. بص الحاجات دي بقى اللي هي ايه تقريبا اللي بنعمل فيها شاينيز فود ولا ايه مش عارف. المهم الدنيا هنا كتير قوي واحنا عاوزين ايه نظبط حاجة كده تنفع لكل الحاجات. يعني مش هقدر اجيب طبعا كل الاحجام او حجم معين، انا عاوز حجم يمشي مع اي حاجة هعملها. حاول لقيت ايه هنا يا جدعان، لقيت مطعم بحة. انا مش عارف انتوا شايفين ولا لا، بس ده مطعم بحة. اجي هنا لما ايه